الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، كيف أحوالكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة ودائما مع الوصفات. اليوم جبت لكم وصفة دبس الرمان أو مربى الرمان. وصفة سهلة جدا وسريعة التحضير. بما أنه موسم الرمان دركا تقدروا ديروا هذا المربى للأولاد وللكبار أيضا. والآن راح نشوف المقادير وطريقة التحضير. عندي 4 حبات من الرمان، أي كيلو من الرمان. دروك راح نجيب الصحن تاعي باش ندير فيها الرمان. نحي القطعة الفوقانية تاع الرمان ونقطعه من الجوانب، نقطعوش كامل حتى الأسفل، لازم نخليه شوية ونحلوها هكذا كما تشوفوا. نقطعوهاش، لازم نخليوها هكذاك. بعد ذلك نجيب اي حاجه، غراف او اي حاجه، ونضربوها بها باش هذيك حبيبات تاع الرمان تنزل من الرمان هكذا. وهذه هي الطريقه السهله، تقدروا تنحوا الرمان بسهوله، يعني طريقه ما فيهش اي صعوبه. يعني هذه طريقة عملية رائعة جدا، تنحي أكبر من عدد الحبيبات في وقت قصير. وهذا هما قشور الرمان، شوفوا كيف ما جات نحت حبيبات الرمان بكل سهولة وحبة على حبة. درك نحيو هذه أغلفة الرمان ونفرزوها جيدا باش ما تعطيناش مرورة للمربى. نكمل هكذا ونرجع لكم. وهذا هو الرمان تاعي بعد ما نقيته جيدا. دروك راح نضيفو كأس ونصف من السكر. هذا كأس يزن 250 مليلتر، كأس ونصف. دروك اني جبت حبة ليمون، اني نعصرها في هذه معصرة الليمون. راح نعصرها جيدا حتى نتحصلوا على العصير تاع الليمون باش نقدروا نضيفوا لهذا الخليط تاع الرمان. وهذا هو عصير حبة ليمون، راح نضيفه للخليط تاع السكر وايضا الرمان. نخلط جيدا هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يندمج السكر مع الليمون وايضا الرمان. بعد ذلك راح نغطيوه بكيس بلاستيكي ونخليه في الثلاجة مدة ليلة كاملة. من الأحسن أنا خليته غير 3 ساعات، وبالأحسن تخليوه ليلة كاملة. وهذا هو الرمان تاعي بعد ما خليته 3 ساعات. خرج منه الماء أي العصير هذاك. راح نطرحيه جيدا بالخلاط الكهربائي. كما قلت لكم انتم تقدروا تخليوه ليلة كاملة، من الأحسن باش يزيد يستخرج الماء تاعو. انا كنت زربانه دونك خليته غير 3 ساعات. جبت الصفايه مع قصرونه، راح نصفيه في هذه القصرونه باش تتنحلي كل العظام او البذور تاع الرمان. هكذا نخلطه جيدا بالملعقه باش ينزل العصير تاع الرمان للأسفل هكذا. ونكمل بنفس الطريقة حتى ننتهي من جميع هذه الكمية. بنفس الطريقة لازم تعصروها جيدا باش تحصلوا على عصير تاع الرمان هكذا. تنحيو الزوائد، وهذا هو العصير. كما قلت لكم راح نكمل هذه الكمية بنفس الطريقة. بعد ما رميت البذور تاعو نكمل بنفس الطريقة وراح نرجع لكم بعد قليل. وضعت القصرونة تاعي فوق النار، نار تكون متوسطة، ونخليوها مدة 30 دقيقة باش يطيب لنا هذا المربى. نحيو لها الرغوه تاعها كما تشوفوا. هذه الرغوه تعطي مرورة للمربى تاعنا.
وبهذا إذا ما نحيتوش هذه الرغوة كاملة راح تفسد لكم ذوق المربى، يعني يكون مر. راح نخليه هكذا ونبقى نحي في هذه الرغوة حتى تنتزع كاملة، ونخليوها كما قلت لكم مدة نصف ساعة حتى يعقد هذا المربى. تحبوه تخليوه كثيف خليوه كثيف، تحبوه تخليوه سائل شوية تخليوه حسب نوع المربى اللي تحبوه. والأسيوس الثانية أنكم ما لازمش تغطيو القصرونة تاعكم باش ما يتغيرش اللون تاع هذا المربى، باش يكون يأخذ اللون الوردي كما الرمان. يعني إذا غطيتوه راح يأخذ لون آخر غير لون الرمان، يعني يرجع غير أصلي. وهذا هو المربى تاعي وبدا يعقد، وحجم تاع الكثافة تاعو انتم اللي تتحكموا فيها. تقدروا تخليوه سائل شوية، تقدروا تخليوه يعقد جيدا كما تحبوا يجي المربى تاعكم. وهذا هو المربى بعد ما تكاثف نحيته من فوق النار. درك راح نفرغه في زجاجة تكون معقمة، وأيضا راح نخليه يبرد جانبا حتى يبرد تماما، وراح ندخلوه للثلاجة باش يزيد يتكاثف. وهذا هو المربى تاعي بعد ما نحيته من الثلاجة. شوفوا كيف ما جا رائع جدا وشهي بالبزاف. شهيتكم ان شاء الله بالجنة، نتمنى انكم تجربوه. هذا هو المربى، تقدروا ديروا الكثافة اكثر. انا عجبني كيما هكذا نورمال كيما المربى العادي، وتقدروا كيما قلت لكم تزيدوا تخلوه فوق النار ويزيد يتكاثف اكثر من هكذا، كل واحد وحسب الرغبة تاعو، وهكذا يجي رائع. وهذا هو المربى تاعي، جا رائع جدا، احسن من المحلات كما تشوفوا الاولاد ويقولوا لكم انه جا رائع جدا. غير جربوه ما تندموش عليه، لانه الان موسم الرمان. من الاحسن الانسان انه يبروفيتي باش يدير حوايج كيما هادو، حوايج طبيعية احسن من المحلات. نتمنى انه الفيديو تاع اليوم عجبكم ونال اعجابكم، ونتمنى انكم المشاركين الجدد يابوني في القناة تاعي بالضغط على زر لايك وايضا ابوني باش يوصلهم جميع الفيديو تاوعي. وايضا نقولكم لكل اقتراحاتكم تخليوها لي في لاباج تاعي في الفيسبوك، وايضا في الجروب تاعي في الفيسبوك هبة بالبو كويزين. نقولكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، الى اللقاء.